عزة هلال أحمد سليمان من مصابي أحداث مجلس الوزراء. معنا أخو عزة نعرف منه اللي حصل. تعرف حضرتك؟ عميد أركان حرب متقاعد أحمد هلال سليمان. إيه اللي حصل؟ والله أنا ما كنتش موجود في الأحداث ديت، ولكن جالي تليفون وأنا في مصر الجديدة إن أختك انضربت واتصابت وموجودة في المستشفى الميداني. اللي اتصل بينا وبلغنا الكلام ده واحد من زميلهم اسمه إيهاب، مش فاكر اسمه بالكامل، لكن أنا قابلته مرة أو مرتين يعني قبل كده. هو بالمناسبة مصري قبطي. هو اللي بلغني بواقعة الضرب ديت وما يعرفش حاجة، يعني هو أخذ طلقة وانضرب. أنا شفته بعد كده في القصر العيني، صاب بطلق ناري في الساق وجرح في فروة الراس، يعني استلزم خياطة، مش فاكر كم غرزة يعني. أنا نقلتها في القصر العيني 4 مرات تعمل أشعة على جسمها بالكامل. كل ما أشيلها من على المرتبة الإسفنج ونحطها على جهاز الأشعة أمسح المرتبة الإسفنج وأقلبها، وبرضه الدم بغزارة شديدة. اكتشفنا بعد 7 ساعات من خياطتين دمه إن في جرح أكبر منها خلف الأذن، وهي في حالة غيبوبة تامة كانت عمالة تنزف، ونقول الدم ده هيجي منين؟ أنا بنتمي لأسرة ريفية كانت بتعتز ولدرجة كبيرة جدا 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 بمهنة الفرسان الضباط، اللي كان أقل ما يوصف به الضابط إنه يجب أن يكون فارس، لأنه صاحب مهنة مش وظيفة، مهنة. يعني لازم يبقى بروفيشنال محترف في المهنة ديت، لأن المهنة بتتعلق بالدفاع عن الوطن، وإن يكون جاهز لبذل العطاء اللي قد يصل إلى الروح، فداء للوطن، وطبقا لما يحضنا عليه الدين من الدفاع عن العرض والكرامة والأرض وكل ده. لكن في استنزاف دماء المصريين كده شيء أنا ما كنتش عاوز أصدقه. أنا ضابط، وأخويا الكبير خالص كنت ضابط في القوات المسلحة، وأخويا الكبير خالص كان ضابط في القوات المسلحة. ليا عم كان قائد لواء ميكانيكي في 73، وعم تاني كان قائد لواء دفاع جوي في 73، وتدرج لغاية رئيس أركان الدفاع الجوي في يوم من الأيام. ووالدي كان ضابط وخرج من الجيش وانتدب إدارة محلية كرئيس مجلس مدينة. ممكن أساميهم؟ والدي هلال أحمد سليمان، عمي ست اللواء أركان حرب أحمد رحمه الله، يعني ست اللواء أركان حرب أحمد شفيق سليمان، وعمي ست اللواء مجدي أحمد سليمان، توفاهم الله جميعا. يعني الحمد لله إن هم مش عايشين يشوفوا اليوم ده. تقدري تحكي اللي حصل بالظبط يا عزة معاكي؟ أنا بصورك. تقدري تحكي اللي حصل معاكي؟ اللي حصل إن الجيش ضرب واحدة لحق نومها وضربها، بقت البنت خلصانة خالص. جرينا عليها علشان نشيلها، رجعوا تاني الجيش قعدوا يضربوا فينا تاني وبس.
ده الفيديو اللي هو منتشر دلوقتي وكل الناس بتشوفه. معلش عايز اسالك سؤال غريب شويه، انت كنت لابسه ايه فاكره؟ لابسة ايه ساعتها؟ اه عشان احنا متهيألي يعني ان انت شفناكي في الفيديو ده. احمد انا كنت لابسة ايه يوميها والله ما فاكرة تصدق. السويتر الاحمر ده يعني كان احمر من غير الدم. وانت كنت في التحرير من ثوار التحرير يا عزة؟ يعني انت مع الناس اللي هي بتطالب بانه انتقال سلطة الى سلطة مدنية من المجلس العسكري؟ بيقولوا عليكم بلطجية يا عزة. عليكم بلطجية واجندات. احنا بلطجية واجندات معرفش ازاي. هما كانوا بيحطوا معاهم بلطجية. لما الجيش كان عمال يضرب فينا دخل بلطجية معاهم في المبنى، كان عمال يضرب فينا ضباط، كان في ضباط وكان في عساكر وكان في بلطجية، كلهم كانوا بيحدفوا علينا. في الاخر يتهمونا ان احنا بلطجية. انا مش عارفة هما بيتهمونا على اساس ايه، بيضحكوا على مين؟ هما ما عندهمش رحمة، ما عندهمش اي احساس. بس ربنا موجود، هما هيتحاسبوا على كل اللي بيعملوه فينا. لو كنا بلطجية ما كناش بنقع من طولنا بالمنظر ده وبنروح مستشفيات. انما هما سبحان الله، انا مش عارفة هما جبابرة ولا هما جنسهم ايه. ازاي بيدوا نفسهم الحق اللي بيدوا نفسهم ده؟ ازاي بيقدروا يضربوا فينا، يتعاملوا معانا بالعنف ده على اي اساس؟ طب بتحب تقولي ايه المصريين يا عزة؟ المصريين للناس بشكل عام. عايزة اقول لهم ياخدوا حقهم، عشان يعني احنا بنموت حقيقي، احنا بنموت، لازم ناخد حقنا. اللي بيتعمل فينا ده حرام، كل اللي بيتعمل فينا ده حرام. انا مش عارفة ايه ذنبنا ان احنا يتعمل فينا ايه، احنا ما طلبناش حاجة غير حقنا. انا ما اعرفش ليه الجيش بيعمل فينا كده. ازاي يحاكمنا بالشكل ده وهو مسؤول عن اللي بيعمله فينا؟ ما ينفعش. انا من شويه سمعت البيان اللي صادر عن المجلس العسكري. ما ينفعش. انا عاوز اللي قال البيان ده ينزل يشوف الوقائع على الارض بتتم ازاي، اذا ما كانش يعرف يعني، ويشوف اللي ممكن الصحافه القوميه بتاعتنا بتسميهم دلوقتي وبتركز على تسميتهم بان هم دول البلطجيه المغرر بيهم واللي انا شيء ما احبش اتكلم فيه اكتر من كده.